deepens me to come to a country where people have devotion. For me, devotion is everything. To be devoted and understand that there is one God, one Allah. You know, in your country, Muhammad is everything. For me, it's the same. هل أسلم نجم بريكنج باد جيانكارلو إسبوزيتو فيديو داخل مسجد بالسعودية يشعل الجدل على السوشيال ميديا؟ خلال الساعات اللي فاتت تصدر اسم النجم الأمريكي الشهير جيانكارلو إسبوزيتو بطل مسلسل بريكنج باد ترند مواقع التواصل الاجتماعي في عدد كبير من الدول العربية، والسبب هو فيديو متداول ظهر فيه داخل أحد المساجد في المملكة العربية السعودية، وده أثناء وجوده ضمن فريق عمل فيلم 7 دوجز، وهو العمل اللي جمع عدد كبير من النجوم العرب والعالميين. الفيديو تم تداوله بشكل واسع خاصة بعد منشور من المستشار تركي آل الشيخ، واللي أشار للحظة وجود إسبوزيتو داخل المسجد بعد ما فتح باب واسع من التكهنات حول حقيقة دخوله الإسلام. وانتشرت روايات على السوشيال ميديا بتزعم أنه نطق الشهادتين، لكن حتى الآن لا يوجد أي تأكيد رسمي من النجم نفسه أو من ممثليه حول صحة هذه الأنباء. في المقابل كتير شايفين إن الفيديو لا يكفي للحكم، وإن الأمر بيحتاج لتوضيح مباشر من الفنان نفسه لحسم الجدل. الفيلم الجديد 7 دوجز بيضم مجموعة كبيرة من النجوم العرب والعالميين، من بينهم كريم عبد العزيز وأحمد عز وسليمان خان ومونيكا بيلوتشي، ويعد من أضخم الإنتاجات المنتظرة في الفترة القادمة.